بصوا بقى، الفيديو ده عشوائي جدا. ليه؟ لان انا ولا كنت مرتبه له ولا مجهزه الفكره بتاعته ولا محضره للتصوير ولا اي حاجه خالص. حتى يعني كسلت البس عشان اطلع بوشي، فقلت لا مش مشكله، انا طالما جات لي الفكره فهصورها بقى دلوقتي على طول. هو هتلاقوه في كذا حاجه كده، كذا معلومه وكذا حاجه هقول لكم عليها. فيعني ايه، ما تزهقوش. هتلاقوا الدنيا ممكن الى حد ما ملخبطه شويتين. هتقولي لي ايه علاقة الصينية دي بالبرتقال ده؟ هفهمكم بقى كل حاجة دلوقتي. اولا انا جبت صينية جديدة، اللي هي جرانيت دي. جديدة؟ ايه جديدة دي؟ جديدة، جبت صينية جديدة جرانيت. عايزة صواني جرانيت بقالي كتير جدا، وكنت بدور عليها بلاقي خامات مش حلوة واسعار غالية. المهم يعني ايه، ما كنتش لاقية اللي انا عايزاه. وفي الاخر استقريت على النوع ده، لان انا شفته يعني على الطبيعة في كارفور، وشفت الاسعار بتاعته والخامه وكده. وبعد كده بصراحه ايه، ترددت كده، كنت متردده ومشيت وسبته. فبعد كده لما لقيت نفسي بقى ان انا خلاص محتاجاها قوي، فطلبتها اونلاين من على امازون. فالنوع اسمه توب شيف. انا ما كانش عندي صواني جرانيت خالص ولا صينيه، كل الصواني اللي عندي الومنيوم. فالمهم دي اول صينيه جرانيت انا اجيبها، فعايزه اجربها، يعني متحمسه ان انا اجربها. عايزه اجربها في ايه بقى النهارده؟ هجربها الاول قبل ما اقول لكم هجربها في ايه. بصوا، هي جات لي متغلفه كده في الكرتونه بتاعتها، والكرتونه دي كمان كان عليها سلوفان. ولما فتحتها لقيت جواها كده الكيسه القماش دي مكتوب عليها اسم الشركه، اسمها توب شيف. وكمان لقيت جواها هنا ايه، ضمان كده. انا مش عارفه الاضاءه بقى كويسه ولا لا، مش عارفه اظبط الاضاءه، يعني الاضاءه النهارده مش احسن حاجه بصراحه. فلقيت كمان معاها كده ضمان. الضمان ده ضد يعني عيوب الصناعه طبعا، يعني مش ضد عيوب الاستخدام، لان وارد ان احنا في الاستخدام احنا اللي نبوظ الحاجه. المهم ما علينا يعني. فانا قلت بقى ايه، انا عايزه اجرب الصينيه الجرانيت دي، اشوفها هل كويسه ولا لا. وكمان بما ان انا عمري ما كان عندي صواني جرانيت قبل كده، فطبعا كنت على طول بعمل الكيكه ايه في الصواني الالومنيوم. فالنهارده عايزه اجرب اعمل فيها كيكه. طبعا احنا في رمضان، ويعني ناس كتير هتقول لو في حد بيعمل كيكه في رمضان. عادي، انا عايزه اجرب الصينيه، عادي ناكل كيكه مع شاي بلبن في السحور، ايه المشكله يعني؟ وهعملها كيكه خفيفه كمان. فقلت اجرب بقى. وكمان عندي حاجه تانية جديده برضو، ودي هتخليني برضو اجرب الكيكه لاول مره بيها، وهي ان انا ادخلي الغاز. انا ما كانش عندي غاز، كان عندي انبوبه. فطبعا كنت متعوده على درجه حراره معينه للكيكه، عارفه درجه الحراره والوقت وكل حاجه. فالنهارده قررت ان انا اعمل كيكه لاول مره على الغاز، ولاول مره في صينيه جرانيت. انتوا متخيلين؟ يعني حاجتين عمري ما جربت فيهم الكيكه. والكيكه طبعا انتوا عارفين ان هي اصلا حظوظ، فربنا يستر باذن الله باذن الله وتنجح وتطلع زي ما انا عايزه. ايه علاقه بقى البرتقال بالموضوع؟ انا كنت بجهز عصير برتقال، وده اللي خلاني بقى ان انا ايه، يجيلي الفكره دلوقتي حالا كده علشان اعمله باذن الله لبكره. انا بجيب البرتقال البلدي، بقشره وبقطعه كده ترانشات، وبطلع منه البذر وبضربه في الخلاط، وبعد كده بصفيه وبحط له شويه سكر بساط قوي يعني. وبيبقى عندي بقى العصير البرتقال جاهز، فكنت ناويه اعمله لبكره. فوانا بعمله كده بقى ايه، نطت الفكره في دماغي. قلت بما اني كده كده هعمل عصير برتقال، والبوله هتتوسخ والخلاط هيتوسخ، فيبقى انتهز الفرصه واعمل مكان البوله او الخلاط الكيكه، واحطها في الصينيه الجرانيت الجديده، ونجرب الصينيه ونجرب الغاز. فانا دلوقتي بقى هروح ايه، اضرب العصير البرتقال ده في الخلاط واصفيه عشان يبقى عصير، وابتدي اعمل الكيكه. هي مقاديرها عاديه وسهله جدا. كل الهدف من الفيديو ان انا عايزه اجرب معاكم الصينيه واقول لكم رايي فيها، هل الكيكه هتنجح في الصينيه الجرانيت ولا لا، وهل النوع ده من الصواني حلو ولا لا. وربنا يستر وان الغاز يطلع لي النتيجه اللي انا محتاجاها، لان لسه طبعا ما جربتش الكيكه فيه قبل كده ومش متعوده عليها. فهروح اعمل شويه الحاجات دي، وهرجع لكم باذن الله باذن الله بالنتيجه. هوريكم الكيكه وانا بحطها كده في الصينيه، وبعد كده نشوف مع بعض باقي الفيديو كده هيحصل فيه ايه. انا عملت البرتقال خلاص، ضربته في الخلاط وصفيته. فعايزه اكلمكم الاول عن البرتقال قبل ما اعمل الكيكه، علشان الفيديو يبقى فيه كذا استفاده يعني. لان في ناس كتير ما تعرفش الطريقه دي لعصير البرتقال، وبتخاف ان هو يطلع ممرر او مش حلو او ايا كان. فبصوا، ده شكله كده بيبقى شكله مركز وعامل فوم خطير قوي كده. بصوا اهو، صفيته هنا كله اهو خلاص.
وكمان طعمه بيبقى حلو قوي ومش بيبقى ممرر خالص. فلو انتوا بقى ما جربتوش طريقة عصير البرتقال بالطريقة دي، واسهل بقى طبعا، يعني مش هنقعد بقى نعصر واحدة واحدة ونص نص وياخد وقت، لا مش بياخد وقت نهائي ومش بيوجع الايد، يعني فيه مميزات ياما. فجربوا البرتقال البلدي، عصير البرتقال البلدي بالطريقة دي، هتلاقوه اسهل وحلو جدا وهيعجبكم باذن الله. انا خدت كوباية هنا كده على قد مقدار الكيكة اللي انا هعمله، والباقي بقى هحطه في ازازة واحطه في التلاجة. فهحط كله في الخلاط مكان عصير البرتقال كده اللي هو الخليط بتاع الكيكة، وارجع لكم بقى تاني. قبل ما اعمل الخليط قلت كمان اقول لكم برضو على حاجة تانية، معلومة كده يمكن برضو تستفادوا منها عشان الفيديو يبقى مليان كده حاجات مفيدة، يعني يمكن يعجبكم، مع ان الفيديوهات دلوقتي المفيدة مش بتعجب الناس قوي، بس يلا ما علينا. المهم انا بما اني هعمل كيكة بالبرتقال، فانا عندي فانيليا بالبرتقال. الفانيليا دي خطيرة، حتى لو انا مش هستعمل برتقال وبحط الفانيليا اللي بالبرتقال بس، برضو بتديها طعم حلو قوي. لكن مع عصير البرتقال او مع عصير السفندي بتعلي بقى قوي من النكهة وبتخليها مركزة جدا، فده تحفة بجد. يعني برضو لو انتم مجربتوش قبل كده يعني جربوه، قلت اقول لكم يعني. وفي حاجة كمان بعملها برضو قبل ما ابتدي، يعني بصوا الخلاطة اهو مكان البرتقال، انا لسه ما عملتش اي حاجة في الخليط بتاع الكيكة. فقبل ما ببتدي بصوا كده ده الكيك شيف اللي انا بستخدمه. وفي حاجة مهمة جدا بعملها قبل ما ابتدي في الكيكة، ان انا باخد شوية كده من الكيك شيف، حبة صغيرين خالص، احطهم كده في كوباية علشان اختبرهم واشوف هل البيكنج باودر ده شغال ولا لا. لان لو المكونات كلها سليمة والبيكنج باودر مش شغال والوصفة صح جدا، هتطلع فاشلة ومش هتنجح ومش هتعلى لو البيكنج باودر بايظ. فاعرف ازاي؟ فبختبره، احط شوية في الكوباية كده واحط عليهم شوية خل واشوف كده اذا كان هيفور ولا لا. استنوا اجيب الخل واعمله معاكم. بصوا كده هحط شوية خل على النقطة دي، لو فارت يبقى البيكنج باودر شغال، لو ما فارتش وفضلت كده هبطانة، بصوا الفوران اهو بان على طول اهو، بصوا شايفين بدأت تفور، يبقى ده كده تمام. يبقى انا استعمله بقى وانا مطمنه. الحبه دول خلاص مش مشكله، مش هحطهم او احطهم عادي، لان الكيكه ممكن احط لها شويه خل بتخليها هشه وطريه وفاتحه كده وبتبقى حلوه جدا. فقلت اقول لكم شويه الحاجات دي برضو قبل ما احط الخليط في الخلاط وفي الصينيه وادخله الفرن. عملت الخليط بتاع الكيكة في الخلاط كده زي ما قلت لكم، وكمان حطيت شوية زيت كده في الصينية، عشان هو مكتوب على العلبة ان المفروض ان احنا في اول استخدام نحط زيت، مع ان هي المفروض ما بتلزقش، بس بيقول يعني ان احنا عشان نحافظ على الصينية المفروض ان احنا نعمل كده. فانا عملت بقى زي ما هما كاتبين، وكمان مولعة الفرن سايباه يسخن، وهحطها على نفس الرف اللي انا متعودة عليه قبل الغاز، وكمان نفس درجة الحرارة ونفس الوقت، واشوف بقى النتيجة هتبقى عاملة ازاي. يا رب يا رب النتيجة تطلع كويسة، لان الكيكة دي من الحاجات المهمة جدا اللي الولاد بيحتاجوها على طول. وانا اصلا كنت مستنية الغاز يركب علشان اعمل كيكة باستمرار، لان لما الانبوبة بتكون هتقرب تفضى بخاف، كنت اعمل الكيكة علشان بخاف الانبوبة تفضى عليها فتهبط وما تستويش. لكن الغاز بصراحة لا، يعني هيبقى حاجة مختلفة تماما. هروح بقى ادخلها الفرن واشوف بعد كده النتيجة بقى باذن الله هتكون عاملة ازاي. الصينية بقى خلاص طلعت من الفرن، هي لسه سخنة شوية يعني ما بردتش قوي. قعدت معايا على الغاز في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، نفس الرف ونفس درجة الحرارة اللي انا متعودة عليهم قبل الغاز. قعدت معايا ساعة الا ربع بس، يعني بعد ساعة الا ربع كمان كنت حاسة ان الوش بتاعها لسه فاتح، فطفيت الفرن وولعت عليها الشواية. كان المفروض من ساعة الا تلت مثلا اعمل كده، بس انا قلت يمكن تاخد وش على طول من غير ما اولع الشواية. بس لما لقيت ان الوش ما اتحمرش بسرعه، فقلت لا عشان ما تنشفش اطفي الفرن واولع الشوايه. ده كده بقى بالنسبه للغاز. بالنسبه بقى للصينيه، انا اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي عايزه اعرف هل هي لزقت ولا لا، لان انا طبعا كنت حاطه زيت بس ومش مبطنه بدقيق. انا متعوده ان انا ابطن الصينيه بتاعت الكيكه بزيت ودقيق. فالمره دي عشان هي جرانيت بطنت بال اللهم صل على النبي، بطنت بالزيت بس. فعايزه اعرف بقى يا ترى هل لزقت ولا لا، هو ده بقى اللي انا هشوفه دلوقتي. لكن لو احمرت من تحت شويه فممكن ده يكون عشان انا قعدتها شويه زياده في الفرن، وممكن يكون علشان الغاز درجه الحراره بتاعته من تحت مش مظبوطه زي الانبوبه.
فانا دلوقتي هقطع كده حته. وطبعا جبت الشياله السيليكون دي، لان طبعا الشيء لزوم الشيء، عشان احافظ على الصينيه لازم استخدم معاها اي حاجه سيليكون. كنت عايزه اجيب كمان السكينه بس ما لقيتهاش، فقلت دي ممكن تقضي الغرض. هي اي نعم مش هتقطع القطعه زي السكينه بالظبط، والله باين هتقطع، تصدقوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لا قطعت اهي، تمام والله، اهي قطعت زي الفل. هطلع بقى الحته دي واشوف كده السوا من تحت شكله عامل ازاي واوريكم معايا. طلعتها اهي من الصينيه، طلعت بمنتهى السهوله مع ان هي لسه سخنه، بس طلعت بمنتهى السهوله. وزي ما انتم شايفين الصينيه، بصوا كده، هي الصينيه لسه سخنه شويه، ولا لازق فيها اي حاجه خالص، تحفه بجد. ولا، بصوا، ولا في فرق خالص بينها وبين الصينيه الالومنيوم، ان احنا نعمل الكيكه في الصينيه الالومنيوم. انا عايزه اوريكم من تحت، هي من تحت احمرت سنه بسيطه زياده، علشان خاطر انا قعدتها وقت اكتر. لكن لو ساعه الا تلت هتبقى افتح من كده من تحت. لكن مظبوطه والسوا مظبوط وزي الفل زي ما انتم شايفين كده، وطريه وناجحه وخطيره. فالحمد لله الصينيه مبدئيا عجباني جدا، لانها اول حاجه ما لزقتش، ما حرقتش الكيكه من تحت. وكمان الغاز الحمد لله طلع لي الكيكه مظبوطه زي الانبوبه بالظبط. طبعا لسه هجرب بقى الصينيه في حاجات تانية كتير، واشوف بقى النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. بس واضح كده من التجربه الاولى ان هي هايله، هي الماركه بتاعتها توب شيف. هو انا مش اول مره استعمل الجرانيت، انا بستعمل الجرانيت من زمان جدا، بس زمان كان الجرانيت اللي انا كنت جايباه كان جرانيت تركي، ومش لاقيه زيه دلوقتي. فقلت اجرب بقى ايه الشركه دي، بس حاسه ان هي يعني تمام. بفكر ان انا بقى ايه اكمل اجيب منها مثلا حله كمان وممكن صينيه مقاس اكبر. المهم ان انا مرتاحه لها كده وعجباني، فقلت اقول لكم عنها عشان لو انتوا بقى بتفكروا تجيبوا جرانيت، عروسه بتجهز مثلا، حد محتاج يزود الحاجه اللي عنده في المطبخ، فيبقى عنده خلفيه عن الماركه دي. بحب كده اشارككم كل حاجه، يمكن تستفادوا كده بلو يعني حاجه بسيطه خالص. وبالنسبه للكيكه بقى قولوا لي رايكم فيها في الكومنتات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم قريب في فيديو جديد.